قبل اللاعبين، واحتفالية مع المدرب محمد خصيب. محمد اللي كل ما شاهدته تذكرت شخصية العزاني، حمد العزاني ومحمد خصيب، مدربين حقيقة يقدمان أداء أجمل من رائع. محمد الذي يدرب الشباب للسنة الثالثة على التوالي يصل إلى المباراة الختامية، يصل إلى المباراة النهائية. محمد خصيب توج بطلا لهذه البطولة. دوري الشباب إذا يسجل لسحار بعدما رفض أن يكون لهم في الموسم الماضي وبالموسم قبل الماضي. الأخضر يحتفل على أرضيته، الأخضر يحتفل على ملعبه. هارد لك، ألف هارد لك من الأعماق يا نادي الخابورة. حقيقة جمالية في أداء نادي الخابورة، أداء كان أجمل من رائع من قبل لاعبي الخابورة. هارد لك لخالد، هارد لك لحسن، هارد لك لمبارك، هارد لك لموسى اليحمدي، لفهد الحوسني، لثاني الرشيدي، وعبد الله آل عبد السلام، محمد ربيع، علاء الغاربي، وللمدرب أيضا محمد السعيدي، وأيضا لمصطفى توفيق مساعد المدرب. هارد لك لجماهير نادي الخابورة. وصلنا إلى المباراة الختامية، بالأخير سنقول للفائز مبروك وسنقول هارد لك للخاسر. الآن يأتي تكريم الأبطال، الآن يأتي تكريم المتفوقين، الآن يأتي تكريم نادي سحار بطل دوري الشباب للموسم الرياضي 2012-2013. هي دقائق ويرفع ويسدل الستار، هي دقائق ويرفع كأس الدوري، هي دقائق. والآن يتقدم الكابتن حسن العجمي لتسلم الميداليات أولا، وبعد ذلك يأتي لاعبو نادي سحار. نشاهد أولا الكابتن حسن، هذا اللي يتحصل على الميدالية في هذه الأوقات، وهنا اللاعب الذي يتحصل أيضا على الميدالية محسن، ويتحصل عليها إسحاق المقبالي، هذا محمد عبد الله، وهذا اللاعب رقم 30 أيوب الشيزاوي، وبعد ذلك يأتي جابر المقبالي أو حامد عفوا المقبالي، ويأتي في هذه الأوقات زكريا العلوي. أسماء تألقت، أسماء تفوقت. الآن هذا اللاعب هو محمد عبد الله النوفلي، وأيضا اللاعب اللي كان حاضر على دكة البدلاء طارش المقبالي، وخالد علي إبراهيم البلوشي اللي يتحصل الآن. وهنا أيضا اللاعب الذي استخرج واستبدل في شوط المباراة الثاني، وهو اللاعب الذي كان حاضرا في شوط المباراة الأول. وهنا عيسى المقبالي لاعب المدافع وصخرة الدفاع في صفوف نادي سحار. خالد البلوشي الذي أو خالد الجابري عفوا. وهنا اللاعب اللي يتحصل على الميدالية محمود المعمري الذي كان بديلا في شوط المباراة الثاني. هذا لاعبا كان غائبا عن صفوف الأخضر في هذا المساء. وهنا يأتي اللاعب الذي كان بديلا في شوط المباراة الثاني. هكذا هزموا اليأس، هكذا هزموا اليأس. الرواية الأخيرة التي قراها المدرب محمد خصيب، وكيف أصبحوا عظماء. هكذا هزموا اليأس وكيف أصبحوا عظماء. المدرب محمد خصيب قرأ هذا الكتاب كآخر كتاب. اليوم يهزم اليأس ويحقق الانتصار، اليوم يصبح عظيما، اليوم يتفوق مع شباب سحار، اليوم الأخضر بطلا، اليوم الأخضر يلوح عالي الوفاق. عبد الله الجابري بتحية مع راعي المناسبة. عبد الله الجابري يأتي في هذه الأوقات مع الحارس البديل مجدي العجمي، وجانب من الاسم الغائب عبد العزيز اللي حاضر الآن، والجهاز الإداري البدري، وغيره من الأسماء التي حضرت ووقفت مع نادي السحار واستحقت التتويج في هذا المساء. هذا البدري الذي يستلم الآن الميدالية، وهذا هو المدرب الذي حينما أرادوا تصعيده إلى الأولمبي قال سأجلس مع الشباب إلى أن آتي بالدوري. اليوم هو يثبت للجميع بأنه أثبت الدوري، وهذا هو اللاعب. ما راح أتكلم لأنهم حينما ذهبت
قبل المباراة كنت بكلم حاتم الروستي، قالوا لي لا خليه في حاله، رزيناك خليه في حاله، خليه في حاله، خله مركز في المباراة. الآن نشاهد ونتابع تكريم الأبطال، الآن تفوق نادي سحار، الآن اللحظة الحاسمة، اللحظة الأخيرة، لحظة رفع الكاس، لحظة رفع الكاس الغالية. الآن الدوري خلاص، الدوري خلاص. يرفع الكابتن حسن العجمي، حسن في هذه الأوقات يتوج بطلا. إذا مبروك، ألف 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 مبروك من الأعماق لجماهير نادي السحار، لمحبي نادي السحار، لعشاق الأخضر، لعشاق نادي السحار. هارد لك للخابورة سماء الصحم التي كانت تمني نفس بالوصول إلى هذا المكان وإلى التتويج. سحار بطلا لدوري الشباب موسم الرياضي 2012-2013. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وأينما تواجدتم، أنا صلاح الحمداني استمتعت معكم بالتعليق والوصف على مجريات أحداث هذا اللقاء ومجريات أحداث هذه الاحتفالية. مبروك سحار، هارد لك من الأعماق للجميع. إذا نصل إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام إلى ختام التغطية لهذه المباراة، آملا من المولى أن أكون قد وفقت بالتعليق على وصف أحداث هذا اللقاء، وأن يكون الأستاذ محمد البكري قد كان بالصورة الصحيحة حاضرا بالإخراج على هذه المباراة. مشاهدينا متابعينا الكرام، أدعكم بحفظ الله. السلام بيننا ختام.